السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض الترسة بالعجوة بطريقة الأفران، أو القرص بالعجوة بطريقة سهلة جدا جدا، والطعم حاجة كده في منتهى الجمال. وطريقة العجن والتشكيل مش هتلاقوا أسهل ولا أبسط منها. هتسمعوا الفيديو هتقوموا تنفذوها بكل سهولة. العجينة هشة وخفيفة عاملة زي القطن، والعجوة من جوه بتدوب دوبان. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو ده لو عجبكم. ويلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على أشرف خلق الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف هنعمل الترسة القمر دي ازاي. بسم الله. هنبدأ الفيديو بتاعنا. أول حاجة أنا معايا كوباية من المية الفترة من الحنفية، هحط عليها معلقة كبيرة من الخميرة البيرة أو الخميرة الفورية، ومعايا 3 معالق كبار من السكر. هدوب السكر مع المية مع الخميرة كويس جدا جدا، وبعد ما ادوبهم مع بعض كويس هبدأ انزل عليهم بنص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، او 3 كوبايات من الكوبايات المعيارية. واخر حاجة احط ذرة بسيطة جدا جدا من الملح على الدقيق. وهبدأ ان انا اعجن العجينة دي كويس جدا جدا بمية فترة من الحنفية. تقدري تعجنيها بحليب او بلبن رايب ايا كان، سواء ميه او حليب اللي موجود عندك اشتغلي بيه والنتيجة هتطلع تحفة. بس اهم حاجة العجينة دي تتعجن كويس جدا جدا، مش اقل من 10 دقايق، ولو عندك عجان اشتغلي فيه. بس عايزين العجينة تبقى ناعمة خالص وتتعجن معايا كويس جدا. واضيف المية شوية بشوية وابدأ ان انا اعجن العجينة. عايزة وش العجينة يبقى ناعم ملساء كده. وبعد ما الم العجينة كده حاجة بسيطة، هبدأ ان انا اضيف عليها معلقتين كبار من الزيت، وابدأ ان انا اكمل عجن في العجينة. قوام العجينة بتكون طرية وبتلزق حاجة بسيطة. هجيب الطبق اللي انا بدأت اعجن فيه وابدأ ان انا احط فيه العجينة واغطيها واسيبها تخمر لمدة نص ساعة. عايزاها يتضاعف حجمها مرة كمان وتبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هبدأ كده ان انا انزل تخمير العجينة، وابدأ ان انا اقطع العجينة دي لكور متوسطة، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، وزي طبعا ما تعمل معاكم. الحشوة بقى انا معايا نص كيلو من العجوة، انا ما خدتوش كله، انا خدت ربع كيلو بس منه. خلاص. هحط عليه معلقة كبيرة من السمنة البلدي ومعلقة كبيرة من السمسم، وابدأ ان انا اعجن العجوة كويس قوي لحد ما تبقى طرية ولينة خالص زي ما انتم شايفين كده. طريقة التشكيل بقى، طبعا لو انتي مش سريعة في التشكيل ابدأي ان انتي غطي الكور. هبدأ بأول كورة انا كورتها عشان بتكون ارتاحت، وبعدين ابدأ ان انا افردها بالنشابة كده او بايديا على شكل مستطيل، وابدأ ان انا اجيب حتة من العجوة وابدأ ان انا افردها برضو رول، اخليها صباع. خلاص. على حسب حجم العجينة، عشان ابدأ ان انا احطها في قلب العجينة واقفل عليها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. خلاص. وبعدين ابدأ ان انا الف العجينة رول بالشكل ده، واقفل الطرف كويس جدا جدا. وبعدين هبدأ ان انا ابرم العجينة. لو شايفة ان العجينة طرية زيادة عن اللزوم وبتلزق، ابدأي ان انت دهني الرخامة دهنة خفيفة جدا من الزيت. تمام. وبعدين هبدأ ان انا ابطط عليها تبطيطة خفيفة، وبعدين اقفل الطرفين ببعض، الطرف ده على الطرف ده، واقفلهم كويس قوي زي ما انتم شايفين كده. والعجينة هتلاقيها طرية وبيقفلوا معاكي بمنتهى السهولة. بس اهم حاجة نبطط العجينة، خلاص ما نسيبهاش مكورة كده. وبعدين هبدأ ان انا اجيب سكينة او مقص ايا كان، وابدأ ان انا اعمل شكل الترسة اللي احنا شايفينه ده، وهشيلها احطها في صاج مدهون دهنة خفيفة جدا جدا من الزيت. تمام. تعالوا نعمل تاني واحدة بنفس الشكل ده. هفرد العجينة حاجة بسيطة، واجيب العجوة ابدأ ان انا افردها على قد العجينة، وابدأ ان انا الفها رول، واقفل الطرف كويس قوي قوي. ونخلي الجزء اللي احنا لاحمين من عنده ده يكون من تحت، عشان لما الترسة تيجي تخمر ما تفتحش. تمام. او لما تيجي تستوي. طيب، في حاجات اساسية هتنجح معانا المعجنات، وخصوصا القرص او الترسة. اول حاجة العجن كويس جدا جدا للعجينة عشان تبقى ناعمة، وتبقى قلبها من جوه عامل زي القطن. تمام. بعد ما بخلص تشكيل لازم اسيب القرص تخمر مدة لا تقل عن نص ساعة. خلاص. بس عشان احط السمسم، طبعا القرص لسه ما خمرتش،
لسه انا مشكلاها دلوقتي، هبدأ ان انا ارش رشة بسيطة من المية بسكر او حليب، وابدأ ان انا احط شوية من السمسم الابيض، مش سمسم متحمص، سمسم ابيض. وبعدين ابدأ ان انا اسيبها على جنب كده لمدة نص ساعة. ممكن تاخد معاكي ساعة الا ربع على حسب الجو، يعني الجو دلوقتي بدأ يسقع شوية، فممكن تاخد وقت اطول في التخمير، بس اهم حاجة يتضاعف حجمها. بالنسبة بقى للتسوية، اي قرص، اي عيش، خصوصا العيش الفين والمعجنات، بتدخل على فرن ساخن مسبقا على اعلى درجة حرارة. لازم القرص يا جماعة تستوي على اعلى درجة حرارة عشان تطلع هشة وخفيفة. واول ما تبدأ ان هي تلون معاكي كده وتاخد لون، ابدأي هدي النار شمعة، وحركي الصاج جوه الفرن كل شوية عشان تبدأ ان هي تاخد لون موحد. واول ما تخرج رشيها بشوية مية، وابدأي ان انت عايزة تغطيها غطيها، مش عايزة تغطيها مفيش اي مشكلة، وهتطلع معاكي احلى شوية قرص. حابة تخزنيها في كيس وحطيها في الفريزر وطلعي واحدة بواحدة، او على حسب استخدامك سيبيها تفك او حطيها في الميكروويف، هتبقى تحفة. العجينة هشة وخفيفة وقطنية، والعجوة بتدوب دوبان. جربوها ومستنية رأيكم فيها، بإذن الله تعجبكم قوي قوي، وانا متأكدة. للفطار او للغدا او للعشاء او لللانش بوكس، هشة وخفيفة وسريعة، وطعمها يتجنن مع كوباية شاي بلبن. جربوها ومستنية رأيكم فيها. وبس كده حبايبي، الفيديو بتاعنا خلاص خلص، يا رب يكون عجبكم، الطريقة تكون سهلة وبسيطة. واسيبكم في رعاية الله، واشوفكم على خير الفيديوهات الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.